تعالى بقى اعرفك اللي محدش هيعرفه لك خالص في الالات الكاسيو، الاف اكس 991 وال 991 اي ار اكس الجديده اللي بتدعم اللغه العربيه. تعالى، دول 3 انواع مختلفين عن بعض خالص، مفيش نوع منهم زي التاني بالظبط، والتلاتة هتلاقيهم نفس الشكل بالظبط ما عدا بس دي. المعلومات اللي انا هقولها لك دي محدش هيقولها لك خالص في الدنيا، لان في ناس بتبيع الالات التقليد اللي هي الهاي كوبي على اساس ان هي اصليه، بس احنا هنعرفك تعرفها ازاي، وهنعرفك تكشف عليها ازاي من قبل ما تشتريها وانت واقف في المكان. في فرق بين الالتين دول؟ مفيش اي فرق في الشكل خالص. طيب هنشغل اهو، كل الزراير بتشتغل مع بعض اهي عادي، مفيش اي حاجه، مفيش اي فرق. تمام. طيب هنعرف ازاي بقى ان دي اصليه وان دي مش اصليه؟ انا هعرفك. الابلكيشن اللي عليه الال كيو اللي هو الباركود، قارئ الباركود، ار كيو صح؟ ار كيو هنجيب الابلكيشن دون وهنجيب الاله الحاسبه بتاعتنا، هندوس هنا مود 0، هيطلع لنا هنا ار كيو. هناخد الار كيو بالموبايل كده وهنعمل عليه سكان، هندوس فتح في المتصفح، هيجيب لنا التحقق من الآلة الأصلية. هندوس هنا تحقق، هنا قال لك ايه؟ ليس المنتج أصليا، وجاب لك العلامة الحمراء دي، يبقى الآلة دي مش أصلية. بس طالما جابت الباركود دون يبقى الهاي كوبي مش التقليد الوحش، يعني برضو الآلة دي شغالة، يعني الناس برضو اللي هي مش معاها ان هي تجيب الآلة التانية لان هي غالية، ممكن يشتري اللي بتجيب الاي كيو دي، مش مشكلة، شغالة معاها وتعمل نفس العمليات الحسابية، بس هي مش بتاعت شركة كاسيو. انا بتكلم عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك دي الأصلية ويبيعها لك برقم 900 جنيه ولا 1000 جنيه وتطلع الآلة مش أصلية. لا، انا بكلمك في الآلة الهاي كوبي، يعني حاجة كويسة بس برضو. طيب نجيب الآلة التانية دي، ندوس برضو نفس الكلام مود هنا وندوس 0، يطلع لنا برضو اي كيو. هنا هناخده سكان وندوس فتح في المتصفح وندوس تحقق، هنا جاب لك صح الآلة ايه؟ أصلية. يبقى الآلة دي أصلية والآلة دي مش أصلية، هاي كوبي. يا جماعة في فرق في السعر كبير جدا بين الهاي كوبي وبين الأصلية. تمام؟ طيب دول خلصنا منهم، نركنهم على جنب. هجيب لك بقى الوحش. ايه الوحش؟ هنفتح الوحش ده كده مع بعض. دي آلة اف اكس 991 اي ار اكس، دي الجديدة بتدعم اللغة العربية. هنفتحها كده مع بعض ونشوفها. دي أصلية من غير ما نعمل باركود ولا حاجة ولا اي كيو، دي أصلية. هنفتح كده، قول بسم الله. لا قرب عليا، قرب عليا عشان دي صاحبها واقف اهو. نفتح ولا ايه؟ نفتح بسم الله. دي بتبقى جايه بالشكل ده كده، مش متغطيه. الالات الكاسيو العاديه بتبقى جايه متغطيه بالغطا بتاعها، والزراير بتاعتها بتبقى اللون الرمادي ده، الزراير بتاعت دي اللون الابيض ده. دي بتدعم اللغه العربيه. دي لسه هنفتحها اول مره اهو. بسم الله. انا طبعا مش هعرف استخدمها، تمام، بس انا بوريكم شكل الآلة. دي طاقة شمسية. بصوا حتى الخيارات اللي فوق دي مش موجودة في الآلة العادية. طبعا دي لو عمل لها اي كيو دي مش محتاجة اي كيو، بس هي هنا مش بتجيب الاي كيو من هنا. تمام. هنا فيها خيارات برضو، المود بتاعها خيارات، حاجة ما شاء الله محترمة جدا. نغطيها عشان ما تسقعش. ال 991 الاي ار اكس متوفره عندنا في مكتبه هلال بسعر الشركه. متوفره عندنا في مكتبه هلال بسعر الشركه. دي شكل العلبه بتاعتها. يبقى احنا كده عندنا ال 991 الاي اس التقليد اللي هي الهاي كوبي، وعندنا ال 991 الاي اس الاصليه، وعندنا ال 991 اي ار اكس. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وتعرفوا ازاي الآلة الأصلية من التقليد، وربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم.